مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا في حلقه استثنائيه من برنامج الكره مع محمد صابر. انا النهارده متشرف مكتبه اسكندريه اللي احنا كلنا بنتشرف بيها، ومعايا قيمه من قامات اسكندريه. معايا استاذ جمال زقزوق رئيس جهاز حمايه المستهلك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، حضرتك نورنا طبعا وشرفنا. جمال النهارده تمنياتك ايه لعام 23؟ والله عام 23 بدأ اهو بداية كويسة، وإن كان احنا موجودين في ظل أزمة اقتصادية شديدة على العالم كله وعلى مصر وعلى المصريين. لكن احنا كمنظومة تحرير المستهلك في مصر بنحاول ان احنا نشتغل عشان نحمي المستهلك، يعني نحمي المستهلك في المغالاة في الأسعار، يحمي المستهلك ضد الاحتكار. هو دي المنظومة وده هدف المنظومة من تطبيقها في مصر، سواء كانت منظومة أهلية أو منظومة حكومية. احنا الاثنين بنكمل بعض في ان احنا نستمع للمستهلك، نوعيه بحقوقه ونجيب له حقوقه إذا تعرض لأي إساءة من تاجر أو من مصنع أو من مورد. زمان في ظل ارتفاع الاسعار الايام دي بالتحديد، النهارده اللي عنده شقه يقدر يوصل مع حضرتك ازاي؟ ويقدر يتواصل ويقدر هو يشتكي ازاي؟ يعني النهارده كله بيسمع حضرتك برنامج الكوره مع محمد صابر، احنا النهارده فعلا عايزين نحل الموضوع ده، وانا عارف حضرتك ما بتتاخرش يا فندم. لا تمام تمام، احنا فاتحين يعني كجمعيه حمايه مستهلك اسكندريه، احنا عندنا مقر بنستقبل فيه الناس اللي عندهم شكاوي، وعندنا واتس وعندنا ارقام تليفونات كتير بنستقبل فيها برضو من الناس. احنا بنشتغل تقريبا 24 ساعه عشان نستقبل شكاوي الناس، نستقبل شكاوي الناس من المغالاه اللي حاصله في السوق المصري. وده احنا طبعا بنجتهد جدا ان احنا اي مغالاه بنحاربها ان احنا ننزل له ناس تفتيش على الفواتير، تفتيش على فواتير الشراء، ان هو يبيع في الاسعار المعقوله، وان هو ما يبالغش في الغلاء اللي هو بيحصل دلوقتي. بنعترف ان في غلاء، بنعترف ان في ازمه اقتصاديه، لكن اللي بنقوله برضو ان احنا بنجتهد عشان نقف ضد الناس دي، ضد جشع التجار، ومع المواطن ضد الجشع وضد الاستغلال. ودي طبعا سياسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو المواطن الاول والمواطن البسيط، هي دي البلان اللي في شغله كله من ساعه طبعا ما احنا يعني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ده البلان بتاعه، وانتم حضراتكم طبعا بتنفذوا السياسات دي. واحنا نفس الطلب اللي طلبه فخامه الرئيس واللي طلبه معالي رئيس الوزراء من المواطن. اذا لقيت في غلاء في مكان معين بلغ عنه. احنا بقى بنقول له يعني اي طفل يدخل على النت يكتب حمايه المستهلك، هيطلع له ارقام كتير منها ارقام بتاعتنا، ويبلغونا بالمكان اللي فيه المغالاه دي، واحنا هنشتغل عليها تماما. هننزل له لجنه تفتيش، هننزل له ناس، هنخليه يرجع الى الاسعار التي يجب يكون عليها البيع. احنا ضد الاحتكار، ضد ان الناس تخبي السلع، ضد ان السلع تختفي من مكان معين او من سوق معين. احنا بنشتغل ضد هذا الكلام. يعني يا استاذ جمال، دي يعني حضرتك رساله جدا نطمن المواطن المصري البسيط ان حمايه المستهلك واقفه معاه، واي حد يعني من التجار جشع، احنا النهارده في يعني في حاجات صارمه وفي اجراءات صارمه لحمايه المستهلك اللي حضرتك زي النهارده وحضرتك اتفضلت. بالظبط. تمام. ايه الرساله برضه اللي حضرتك عايز تقولها النهارده للمواطن اللي خايف يبلغ؟ يعني لا قلت له خايف يبلغ. تمام. انا بقول للمواطن ده حقوق ناصص عليها القانون 181 لسنه 2019، قانون حمايه المستهلك 76 ماده. تمام. كلها لحمايه المواطن، لحمايه المواطن ضد الجشع، لحمايه المواطن ضد اي مغالاه في الاسعار، لان هو ناصص في القانون على حاجه اسمها السعر العادل. تمام. فاحنا الناس اللي هتعمل مغالاه، وده اللي حاصل، احنا بنعترف طبعا ان ده اللي حاصل طبعا. لكن احنا شغلنا كله على ان احنا نكون ضد الناس دي، ضد الناس المحتكره، ضد الناس اللي بتعمل مغالاه. وان كان ان احنا بنحاول ان احنا نجتهد ان احنا نغطي الدنيا، فلازم المواطن يساعدنا ويبلغ عشان نقدر نوجه له الحملات بتاعتنا تقدر توصل للمكان اللي انت هتبلغ عنه. وعايزين نقول لكل اللي بيسمعنا المواطن المصري من اسكندريه لاسوان، مش اسكندريه بس، ان ده غلاء عالمي في العالم كله. احنا بنحاول، بس فعلا احنا الحرب الاوكرانيه هي اللي عملت كل ده. احنا فعلا في مشكله كبيره جدا لازم الناس تعرفها، ان مصر يمكن الدوله الوحيده يعني بفضل الله ثم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا واقفين. حتى يعني
كل حاجه المواطن عايزها هي متوفره في الاسواق. في بلاد تانية كتير لا جدا الحمد لله حاجات مش متوفره. احنا ما زلنا الحمد لله بننزل السوق، بننزل الشارع، كل السلع متوفره. في غلاء لكن السلع متوفره الحمد لله. احنا بقى بنحارب هذا الغلاء. بالظبط يا استاذ جمال. الحمد لله. احنا بنشكر حضرتك جدا طبعا يا استاذ الله جمال. يخليك. استاذ جمال ده عايزين نروح للشق الرياضي مع استاذ جمال. احنا كلنا اكيد كلنا كده كنا بنتفرج في كاس العالم وعايزين الحلم، عايزين بقى نشتغل ونتعب عشان 2026 مش نروح امريكا وكندا والمكسيك. حضرتك شايف ان برنامج كابتن مصر اللي احنا كلنا بنشوف النهارده تحت طبعا الدوله ووزاره الشباب والرياضه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا هو زار البرنامج من حاجه حلقه جدا، ويمكن كلنا شدنا الحلقه الولد بيقول له عايز اكون زي محمد صلاح، قال له انت ممكن تكون زي محمد صلاح بس اشتغل اجتهد هتبقى محمد صلاح. رايك ايه في كابتن مصر؟ فعلا انا من الناس اللي متابعين البرنامج ده جدا ومبسوط بيه جدا، لان هم بيحاولوا يعني جم خدوا مواليد الشباب الصغنن اللي هو مواليد 2008 من الناس اللي راغبين في لعب كوره وبيلعبوا الكوره وبيحبوا الكوره من جميع المحافظات، وبداوا يختبروهم وبدا ينقي الاجود، ويمكن حتى الناس اللي هي هتبقى صف تاني هيبقى لهم فرص تانيه. لكن في انا شفت الاجود وشفت ولاد لعيبه جمال جدا مستقبل. هيكون فعلا نستطيع ان احنا نلحقهم بالفرق وهم دول مستقبل مصر. هو ده مستقبل، هو ده النشء باذن الله. مستقبل مصر في الشباب الصغنن ده مواليد 2008 يعني لسه ما كملش 14 سنه، فيا ريت ان شاء الله بالمواهب اللي احنا شفناها دي نهتم بيها، وزي ما فخامه الرئيس طلب وزي ما وزير الشباب والرياضه بيروح يزورهم وبيلعب معاهم طبعا. وانا ببقى مبسوط جدا وانا بتفرج عليه. حاجه اسمها فخامه الرئيس والسبورت اللي بيجي للنشء حاجه جميله جدا. واحنا برضه يا استاذ جمال لازم نكون النهارده عندنا بلان كلنا نشتغل، اعلان مطلوب ومسموع ومرئي، نشتغل على البلان ده، يكون مش كاس عالم بس 2026 ده احنا يكون نشتغل لغايه 2050. بالظبط ده الحلم ان احنا نهتم بالشباب الصغير ده، هو ده اللي هيوصلنا املنا في اللي جاي ان احنا يكون عندنا فرق كويسه في السنوات اللي جايه. بالظبط ان شاء الله. استاذ جمال احنا بنشكر حضرتك جدا، ومره ومليون بنشكر حضرتك على الخدمات اللي المواطن السكندري بيلاحظها في الاسواق، طبعا بالتنسيق مع حضرتك حمايه المستهلك. وميرسي جدا على اللقاء الجميل ده اللي انت كنت معانا ومنور برنامج الكره مع محمد صابر. شكرا يا استاذ جمال، شكرا لحضرتك، شكرا. ميرسي لحضراتكم.